بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير خلق الله. تسميد الأزولة. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن الطريقة الصحيحة والبسيطة السهل الممتنع في تسميد الأزولة. فيديوهات كتير الأزولة ويتكلموا عن الأزولة، يا إما يعقدوا بشكل كبير موضوع تسميد الأزولة، يا إما ما بيجيبوش الحقيقة بشكل كامل، أو مش الحقيقة، الموضوع بشكل بسيط وسهل ويقدر أي حد يعمله. اتعودنا مع بعض في الفيديوهات السابقة بنتكلم عن العناية بنبات الأزولة. فالنهاردة هوضح لحضراتكم ازاي بأبسط اسلوب ممكن حضرتك تقدر تغذي الأزولة بتاعتك. لو ما عندكش إلا التراب بس، تراب بس، اللي هو يعني التراب الطيني اللي هو بيبقى بتاع النبات ده، يكفي. بتعمل ده كل مثلا يوم او اتنين كده، تحاول تدي تقليبة كده للنبات الأزولة، بحيث انه يتقلب الأتربة او التراب الموجود او الطين الموجود في قاع الحوض بتاعك، عشان يقدر يغذي النبات بشكل كويس. طب انا ما عنديش طين خالص، مثلا ما عنديش اي طين خالص، مع ان الطين او التراب ده موجود في كل مكان يعني، لكن فرضا ما عنديش. اللي احنا هنعمله النهارده ان شاء الله بطريقه سهله وبسيطه ومبسطه، ان احنا هنجيب آه ال MBK 19 او عشرينات. يعني MBK ايا كان نوع او اسم الشركه، ايا كان، في انواع كتير واسماء كتير وحاجات كتير، بس هو اللي احنا عايزينه هنجيب MBK عشرينات 20 20 20. والسوبر فوسفات، السوبر فوسفات بيبقى بالشكل ده، هو ناعم بس كان حبب معايا كده شويه من الاستخدام، لكن هو ناعم. هجيب السوبر فوسفات الناعم. تمام، سوبر فوسفات ناعم. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ يعني بعد ما جبنا السوبر فوسفات والام بي كي، الام بي كي اللي عندي برغم انه عشرينات فقط بدون عناصر صغرى، لكن كافي ما شاء الله تبارك الله، يعني كافي، مش لاقي معاه اي مشكله. لكن في ام بي كي بيكون زائد تي اي دي، يعني العناصر الصغرى، وده شيء مهم. يعني انا انصح لما تروح تجيب الام بي كي بتاعك تجيبه ام بي كي عشرينات زائد تي اي، اللي هو العناصر الصغرى، بيبقى فيه حديد والعناصر الصغرى اللي بيحتاجها اي نبات، والسوبر فوسفات اي كميه. طب طريقه الاستخدام هنعمل ايه؟ انا الحوض اللي موجود عندي ده، كل حوض مثلا بيكون حوالي متر عرض في متر ونص طول، متر عرض في متر ونص طول. على كل حوض نفس الكمية اللي هنحطها، وارتفاع مثلا حوالي 10 سنتي كده، يعني مش مفيش عمق كبير يعني. تمام. هو المفروض متر في متر هنحط عليه الكمية ده، فهنزود الكمية حاجة بسيطة عشان المساحة اللي هي الأكبر شوية دي. طب هنعمل إيه؟ أهو، هنيجي بالشكل ده كده، هنجيب معلقة الملو ده كده بالظبط، بالشكل ده، معلقة أهو فضيها، ده من الام بي كي. تمام. وهاجي معلقة شاي، دي على فكرة مش معلقة كبيرة، يعني معلقة شاي، أملاها كده بالشكل ده كده، وأحطها هنا كده. تمام. أهو، وأجيب شوية المية بتوعي ببساطة شديدة، بدون أي تعقيد، بدون أي حاجة. العبوة اللي أنا بملاها دي لتر، دي 4 لتر، فيها مية 4 لتر، ودي لتر، واضح الحجم قد إيه عشان يعني لو حد بيشكك أو شيء. تمام. ببساطة شديدة كميات معلقة ومعلقة، ببساطة شديدة خالص، بالشكل ده كده، وأقلب. تمام، قلبت. آخد العبوة بتاعتي اللي هي كيلو، وأعيد أكرر تاني كيلو. تمام، كيلو على اللتر، على المتر أو المتر ونص اللي عندي، لتر على المتر، متر ونص اللي عندي، واقوم افضيه بالشكل ده في الحوض، بالشكل ده، اه اه بالشكل ده. تمام. لو فضل اي شيء في العبوه كده باخد كده، اقلبه بالشكل ده، بدون اي تعقيد، بدون اي
مشاكل ببساطة شديدة. دي طريقة تسميد أو تغذية الحوض. معلقة NPK ومعلقة سوبر فوسفات. تمام. هنطبق الحكاية دي على كل حوض عندي، أو لو الأحواض عندي طويلة، يعني المشمع طويل مثلا طول 5 متر 6 متر أكتر أقل، باخد أقسم بقى كل متر كده، متر ونص كده، هعمل فيه الحكاية دي. عبوة لتر، حط فيها معلقة ومعلقة وارش، بعديها متر، معلقة ومعلقة وارش، وهكذا، وامشي كده. او اضرب المسافة مثلا هتحتاج مني 3 او 4 لتر، يبقى في العبوة الكبيرة دي احط 3 4 معالق، 4 معالق و4 معالق، وافضي. تمام. كل يوم 2 كده 3، ممكن تقليبة صغيرة كده. اكرر الحكاية دي كل قد ايه؟ اكرر الحكاية دي كل حوالي 5 ايام. كل 5 ايام هيكون النبات امتص الغذاء بتاعه، الازولة استهلكت الكمية اللي انا حطيتها. خلاص. بجمع وببتدي اسمد للفترة او المرحلة اللي بعديها. اتمنى يكون الفيديو بسيط ووافي، ويكون فيه المعلومات واضحة. ولو حد عنده اي استفسار، انا يعني هتلقى استفساراتكم في التعليقات. وفي رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.